الموعد اليوم كان بمناسبة نهاية السنة، وهو في إطار تقييم العمل الذي قامت به البعثة التونسية بفنلندا في إطار الترويج للوجهة السياحية التونسية، وكذلك التعريف بالمنتوج الفلاحي والغذائي التونسي، وكذلك في إطار دعم التعاون بين تونس وفنلندا. اللقاء تمثل في دعوة وجوه من الصحافة ووسائل الإعلام الفنلندية، وكذلك من المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة هنا، خاصة من القارة الإفريقية والعالم العربي. التظاهرة تدعم العلاقات، تدعم التواصل مع الإعلام، التعريف بتونس، التعريف بإنجازات تونس، بنجاحات تونس، بريادة تونس الأفريقية والعربية، وكذلك ربط الصلة معهم لمزيد تطوير العلاقات ولمزيد إبراز الثقافة التونسية، التقاسم والتشارك في جل المجالات بين تونس وفنلندا. وشكرا لحضورهم اليوم. حضورهم يمثل أنهم أصدقاء لتونس ويدعم العلاقات الثنائية بين تونس وفنلندا. اللقاء كان مناسبة أيضا لعرض بعض المنتوجات الفلاحية والغذائية التونسية، وكذلك تنظيم حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي، خاصة وأن موسم زيت الزيتون هذه السنة كان موسم مبارك وموسم قياسي، أرقام قياسية في إنتاج زيت الزيتون التونسي. ونتمنى أن يتنقل الفنلنديون أكثر إلى تونس، أن يزوروا تونس، أن يطلعوا على الثقافة التونسية والحضارة التونسية، وكذلك أن يتذوقوا المطبخ التونسي، أنواع المطبخ التونسي، ويتعرفوا أكثر على تونس وعلى كل المدن التونسية وكل الجهات التونسية. مرحبا بالفنلنديين في تونس، مرحبا بهم، لأن تونس تمثل بلد إفريقي، بلد متوسطي، بلد الترحاب، بلد الضيافة، وبلد الحضارة والثقافة. فمرحبا بهم في السنة القادمة وفي السنوات القادمة كذلك. أنا مغرمة كثير ببلد تونس، كثير مغرمة في الثقافة، مغرمة إني أشوفها في الأكل التونسي. بس اليوم أنا حسيت حالي في تونس. اليوم كنت في اللقاء الإعلامي للصحفيين من مجالات مختلفة وأيضا الناشطين في السفارة التونسية، وحقيقة حسيت حالي في تونس. يعني حسيت إنه صار الوقت المناسب إنه أنا لازم أروح لتونس. فمثل هذه النشاطات بصراحة ساعدتني كثير على التعرف على السياحة، على التعرف على أهم المنتجات مثلا اللي ممكن إحنا ما كنا نعرفها. أنا ما كنت أعرف إنه زيت الزيتون التونسي مثلا هو ذا جودة عالية. وتعرفنا كمان أيضا على المناطق السياحية في تونس. فكان لقاء صراحة كثير بالنسبة لي. كما قلت أنا عاشقة لتونس، والآن صار لازم الوقت إنه أنا أزور تونس. فلقاء كثير حلو، خصوصا اليوم كان الجو And we hope that the next year will be better for all of you. Our wishes for all the best in family, in health, in wealth, and in gathering with society. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank you.